6 أسباب تحفز نساء العرب للزواج من الرجل السوداني. تعرف عليها. يتمتع الرجل السوداني بقبول كبير عند النساء العرب اللاتي يفضلن الارتباط به، وقد وضح هذا الأمر من خلال عدد من الزيجات التي كان أبطالها رجال سودانيون ونساء من الوطن العربي، وخصوصا من دول المغرب العربي. فقد أجرت إحدى الجروبات الشهيرة التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك استطلاعا شاملا عن الأسباب التي تدفع نساء العرب للزواج من الرجل السوداني. وقد شارك في الاستطلاع الذي أجراه الجروب فتيات من جنسيات مختلفة تحدثن عن مميزات الرجل السوداني. وحواء السودانية كان لها دورا بارزا في الاستطلاع، حيث عددنا الميزات التي يتمتع بها أبناء جلدتهم. وقد تلخصت الأسباب في الآتي: أولا، الشخصية القوية للرجل السوداني. ذكرت بعض المشاركات في الاستطلاع أن الرجل السوداني يتمتع بكاريزما قوية، والتي تنعكس في سيطرته على المرأة دون تقييدها. وعادة ما تميل المرأة للرجل ذو الشخصية القوية والحاسم، بعكس الرجل مهزوم الشخصية والتي تنفر منه السيدات. ثانيا، البنية الجسمانية المميزة. البنية الجسمانية تم وضعها كشرط أساسي عند المرأة التي تبحث عن شريك حياتها بمواصفاتها الخاصة. وقد اشتهر رجال السودان بالتكوين الجسماني الرياضي المميز، حيث يتمتع أغلب الرجال السودانيون ببنية جسمانية مميزة، وهو ما جعله جاذب للنساء. ثالثا، الكرم. اشتهر الرجل السوداني بالكرم الحتمي، وهذه ميزة اشتهر بها أهل السودان في كل دول العالم، حيث تنفر المرأة من الرجل البخيل وترغب بالرجل الكريم الذي يوفي حاجتها دون تقصير أو بخل، كما تحب الرجل الذي يحضر لها الهدايا في المناسبات. رابعا، الشهامة. شهامة الرجل السوداني لم تكن في يوم من الأيام نقطة خلاف، بل أجمع عليها كل العرب. قد جسد السودانيون المعنى الحقيقي للشهامة في عدد من المواقف التي سجلها حتى وهم خارج بلادهم. خامسا، حسن الخلق. عرف الرجل السوداني بحسن الخلق والتدين والأمانة والنزاهة، حتى أصبحت هذه الصفات الحميدة ملازمة للرجل السوداني في كل دول العالم. وتعجب المرأة بالشخص الذي يحمل هذه الصفات والمحافظة على صلاته وملتزم بأمور دينه ويبتعد عن العادات السيئة. سادسا، العلاقة الحميمية. اكتسب الرجل السوداني شهرة واسعة بعد الأحاديث التي روج لها الكثير من الناس بأن الرجل السوداني ناجح في العلاقة الحميمية، وناجح في إشباع رغبة زوجته. وآخرها قصة السودانية التي طلبت الطلاق من زوجها بسبب مطالبه الكثيرة في المعاشرة، وتم تداولها على عدد كبير من المواقع.